المحسن والحامل لصفة مدرب كرة قدم تصدر المشهد في الأيام الأخيرة بعد الذي حدث له في المجر. وضعية أفرزت تعاطف الكثير من الأندية الإسبانية على رأسها ريال مدريد وختافه. جانب من مسيرة عبد المحسن من المجر إلى أروقة الأندية العالمية في سياق التقرير التالي. اللاجئ السوري أسامة لم يبقى من ظل الحياة عنده سوى رمق أو أمل مدخر. أذهب إلى مكان آمن يعني. ركوب الخطر عنده كان محاولة بقاء. هروب إلى اليونان أولا، فالطريقة المعتادة في البلم عن طريق البحر. تجاوزنا المرحلة بإذن الله والحمد لله إلى اليونان. تجاوز مراوغا ظروفه المفروضة، وفي المجر تمت العرقلة. أسامة مدرب غطت عليه أوضاع سوريا وأخرجته إلى الشهرة. عرقلة لا تتويج. التضامن معه لم يكن بدافع قميص، بل ثوب الإنسانية وحد الكل على جزيئات مأساة. ختافي وريال مدريد نظرا إلى وضعية أسامة فاتسع الثناء. من يعمل معروف لأسامة عبد المحسن أو يعطيه شيء كأنما أعطاه للشعب السوري ولا حاجة. الآذان كانت في الاستماع. كريستيانو رونالدو وريال مدريد. والواقع جاء أكبر من التمنيات. كتاب الرياضة ملئ بذاكرة سوري سكن الرصيف. لم تتخلى عنه كرة القدم، فضمير الرياضة لم يكن أعمى، بل كان كائنا مبصرا. في مؤتمر صحفي